السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزه اتكلم في موضوع العالم الجعانه اللي بتطلع تلاقيها جايبه بتاعه شبت، وبعدين تتكلم فيها وبعدين تقول لك غاليه ومش غاليه والكلام والحوار والغلا ومش الغلا والكلام الهبل الخايب ده. طيب دلوقتي الخضره اللي انت بتروحي تشتريها في الحر ده اتعجنت في الارض، ده كلام الفلاحين كلهم. فطبيعي لما يطلعوا لك حاجه العرض بتاعها قليل طبيعي هتغلى، ده طبيعي. اللي مش طبيعي بقى ان انتوا تفهميش حاجه زي كده وتطلعوا تعملوا فيديوهات متخلفه على الكلام ده غير طبعا اللي بيجي يفتح تلاجته ويقول لك تلاجتي ما فيهاش اكل. ده مش طب انت ناطع عايز مين يملاها لك؟ انت عايز مين يملاها لك؟ انزل اشتغل بدل الفيديوهات الهبله اللي انت بتفضل تعملها واملاها. يا سيدي ما تملاهاش، روح اسال مامتك كده وباباك كان زمان بنعمل ايه او بيعملوا ايه في تلاجتهم. ما كانش عندهم تلاجات اصلا وكانوا عايشين وحامدين ربنا. اللي يروح يجيب الطماطم ويقول لك ما اعرفش ده غاليه، ده مش عارفه ايه، والبطاطس ما اعرفش ايه والكلام ده. طب الطماطم عروتها لما بتيجي بتبقى قبل ما بتيجي بتبقى غاليه، وبعد كده بتنزل الاتنين ونص بقى ب10، 3 ب10، وكلنا بنشتري وبنخزن، وفي ناس ما بتشتري وما بتخزنش، بس بتبقى رخيصه وبيروحوا يجيبوا كتير. ايه لازمتها بقى؟ والعالم كله في زياده، والعالم كله الاسعار فيها عاليه كله. ايه لازمتها تطلع تبين للناس اللي عندهم الاسعار مولعه وعندهم حياتهم برضو في ناس مش لاقيه بره؟ ايه لازمتها ان انت تعمل فيديوهات تعرف انت تقول للناس دي ان انت جعان؟ يعني ايه لازمتها تعرف الناس ان انت شخصيه جعانه؟ اصل انت بتتكلم لوحدك. الناس لما بتيجي في مصر بتلاقي الناس بتاكل وتشرب وعايشين ولله الحمد، وفي ناس غلابه جدا بتحمد ربنا على عيشتها وكل حاجه. انت لما تطلع تعمل فيديو متخلف وتقول انا جعان فراخ واللحمه ومش عارفه، على فكره احنا مش هنموت من غير اللحمه وفراخ. انت سعادتك لو كنت قطعتهم واتركتوا كده على كلمه الرئيس لما قال الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش، ما كناش اشتريناها من الاول. كانت التجار احترموا نفسهم وما زودوش قوي، كانوا يعرفوا ان في شعب هيعمل اضراب او مقاطعه للي انتوا بتعملوه ده، للحاجه الغاليه. وقتها كان التاجر هيحترم نفسه. انما انت كل شغلتك تيجي تفتح تلاجتك تقول ده انت جعان، تفتح معرفش ايه وتقول ده انا عايز، ده انا مش عارفه ايه، وبتتكلم بالعاميه. بتتكلم بالعاميه ليه؟ هو حد قال لك تتكلم باسمنا؟ حد قال لك تتكلم باسم الغلبان؟ الغلبان قاعد في شغله بيشتغل على يجيب قوت يومه ويروح. شوف هياكل ايه؟ ده لو هياكلها بملح ما بيطلعش يقول هات ولا اديني ولا انا ولا انا ولا انا. انما انت كجعان ودول شفتهم كتير، دول متسولين السوشيال ميديا اللي بتطلع تعمل فيديو بالتخلف ده وتقول لك احنا جعانين واحنا الاسعار واحنا مش عارفه ايه، بيبقوا شحاتين السوشيال ميديا. اللي انا شفتهم بتفتح لايف 24 ساعه. الست اللي كانت طالعه، الست الكبيره اللي كانت طالعه تتكلم على الاكل وفتحت باب تلاجتها، قسما بالله قاعده لايف 24 ساعه. وطبعا كلنا عارفين اللي بيفتح لايف 24 ساعه دول بيبقى معاه فلوس ايه وعامل باقه النت ايه. قسما بالله ولما اسود ولما معرفش ايه ولسه بتشتكي. طبعا الفيديوهات المتخلفه دي بياخدوها الاعلام المتخلف، يقعدوا بقى يعملوها، والصفحات المتخلفه المأجوره اللي احنا كلنا عارفينها برضو تنزل بقى الفيديوهات الهبله بتاعتهم. طب يا ترى اللي سعادتك لما عملتي فيديو على الشبت والطماطم ومش والكلام ده؟ بصوا اديكم انا بكلمكم والعربيه ماشيه تحت اهي، الطماطم ب10 جنيه، طماطم ب10 جنيه. شفتوا اهو؟ مين يعني؟ سبحان الله، انا فاتحه اهوت وهو معمول اهو ماشي تحت البيت اهو، ما بكدبش اهو. طيب سعادتك بقى لما طلعتي ولولتي واتكلمتي وعملتي الفيلم اللي انتوا بتعملوه ده اهو، يا ترى بقى لما بترخص بتطلعوا تقولوا
بتطلعوا تتكلموا وتعملوا فيديوهات ان الحاجه رخصت؟ لا، ما بيحصلش، لانكم شحاتين السوشيال ميديا. بتعملوا الفيديوهات ديت علشان اهو اي حد يجي يرمي لكم اي حاجه. غلابه بيفتحوا ثلاجتهم ما فيهاش حاجه. طب انت مشغلها ليه؟ واحد مشغل ثلاجه بتسحب كهرباء على ازازتين ميه. طب انت مشغلها ليه طالما ما فيش اكل؟ ما تفصل الكهرباء، ولا عشان تعيط على موضوع الكهرباء برضو؟ واحده نازله جابت معرفش شبت ولا بقدونس ولا مش عارفه، جايه تقول شوفوا جبتيها ليه يا اختي؟ ان شاء الله ما طفحتيها، جبتيها ليه؟ عشان تعملي فيلم عشان تكسبي من وراه. تفتحوا لايف 24 ساعه يا جعانين عشان تبينوا للعالم اللي بره، اللي برضه عندهم الاسعار غاليه ومحدش يقول لي مرتباتهم ومش مرتبات، لان برضه مرتباتهم مش مكفيه على زياده الاسعار عندهم. طيب انت بقى لما الحاجه بترخص، لما الطماطم تبقى الاثنين ب10 ولا الاثنين ونص ب10، بس ساعتك تطلع تتكلم وتنبح كده زي ما بتعمل؟ لا والله ما بتتكلمش ولا بتقول حاجه، تكتب. اصل انت لو اتكلمت مش هتكسب. الصفحات الهبله مش هتاخد تشير لك، صح؟ وبتطلعوا نفسكم جعانين، بس الحمد لله الشعب المصري مش جعان. في بلاقي نفس جنسيات بتخش تقول ده انتوا غلابه. انا ما شفتش غلبان بيبعت مساعدات لبلاد تانية. انا ما شفتش غلبان بيطلع يشتكي بيبقى وشه قد كده، اكبر من وش انا شخصيا. اللي انا بشوفهم مش بيبقى عندهم، مش بيبقوا مصاصين دماء على فكره، اللي بيطلعوا يشتكوا من اللي مشغل لي التلاجة على ازازتين ميه. اللي بره كل بلد فيها الحلو والوحش، بس هم حاطين مصر في دماغهم. لما واحد يطلع ولا واحده ملهاش اي 30 لازمه وجعانه هتموت وتعيش جعانه تطلع تتكلم تقول كده، تخلي واحد من اللي بره يتكلم نص كلمه علينا، والحمد لله ردهم بيبقى عندي والله بسكتهم. بس انت في نظره جعانه، هتموت وتعيش جعانه، سواء بقى اللي عملت على الشبت، سواء بقى اللي عمل على التلاجة، سواء اي حاجه. محدش هينكر ان مفيش زياده اسعار، محدش هينكرها ان في زياده اسعار، لا في. وطبعا البركه في التجار بتوعنا اللي احنا مش عارفين نقاطعهم، علشان احنا بنحب الاكل بقى، ونحب نخلي التجار يدونا على قفانا والكلام ده. فيعني انا بقول لكم اتلموا يا جعانين. الجماعه اللي بره الحمد لله مصر بخير، ومفيش حد بينام من غير عشاء، قسما بالله ما في حد فيك يا مصر بينام من غير عشاء، لو حتى هياكلها بملح، والله يا رب لو حتى هياكلها لقمه بملح بيتعشى. والله الغلبان ما بيطلع يشتكي، والغلبان ما بيتكلمش، الغلبان بيبقى بيفكر هيجيب قوت يومه بكره ايه ازاي. اللي بيتكلموا دول يا جماعه لو انتوا خدتوا بالكم والله شحاتين السوشيال ميديا. واحد فاتح عمال كان بيطلع مش عارفه مطلع ايه، راجل كبير، المشكله انه راجل كبير في السن ومن دون داعي ذكر اسمه، طلع يعيط علشان هو مش لاقي قسما بالله فاتح 24 ساعه لايف وعمال يقول لهم ده انا عايز والناس عماله تبعت له. كل بلد فيها الحلو والوحش، فما تخليناش نتطاول على اي بلد. اصلي ما حد انا عن نفسي انا ما بسكتش لحد. بالنسبه للمصريين اللي بيطلعوا يعملوا ده وانا ما بحسبهمش مصريين، دول يا جماعه جعانين، هيعيشوا ويموتوا جعانين، طالعين من البيوت جعانين. بس انا مش هقول حاجه غير اكتر من كده، ان الحمد لله مصر امنه مطمئنه ولله الحمد، عمرها ما هتجوع بفضل الله. السلام عليكم.